أنا الليل كله ما بنامه، بقضيها أطلع فيها، طلع على ورمها، أقول انتشر ولا إسا، شو صار فيها لبنتي؟ اجري بتجعني وبطني بوجعني وخدري هون بوجعني. هلا البنت يمكن تصيبها شيء، طلع فيها أشفى عليها، هي ما قدرت تحرك تمها، ما قدرت تاكل، ما قدرت تشرب. كمان بدي اروح اروض اتعالج وروح اروض العب مع رفقاتي هيك وادعولي بالشفاء. اسمي محمد مصطفى الأشقار، وهيدي بنتي تولين. هي مريضة كونسير وكنا عم نعالجها وماشي حالها تمام. فجأة طلع لها هون ورم بخدها، طلع السرطان من هون وانتشر براسها وبطنها وبأجرها، فبدنا نرجع نعالجها من أول وجديد. وأنا بناشد إنه نطلع نعالجها برا لبنان، لأنه هون ما عاد في كيماوي مثل الخلق، صار كله عم يجي مضروب وخفيف. يعني حتى تواصلنا مع الدكتور أنا ما عاد فيني أعالجها لهالبنات، كل شيء أمراض مثل حالة تولين ما عاد فيني أعالجها، لأنه كيماوي ما عاد في مثل قبل. يعني هلا حتى بلشت العوارض تظهر عليها وصارت تعرج من أجرها. عملنا لها عملية زرع نقي العظام وأخذت كيماوي وعمليات كتير، والحمد لله كانت الأمور بتجنن ومنيحة. فجأة طلع الورم هون على أساس أبو كعب أو جرثومة، فجأة بيمتد 4-5 شهور بيكبر، وفجأة بيطلع المرض منتشر كلياته. مين اللي قال ابو كعب او جرثومه؟ مين اللي حدد؟ دكتور بالمظلوم على اساس قال لي هذا ابو كعب، ما في داعي تعمل خزعه لانه طرف ابو كعب جرثومه بتروح لوحدها، وقال لي عند الوجع اعطيها بس بنادول. يعني كان ممكن ببدايه الموضوع كنتوا بتلحقوا الموضوع؟ كنا لحقناه، ما وصلنا للي وصلنا له هلا. يعني هلا فقدنا السيطره عليه. هلا هو اهمال وخطا طبي. يعني هو من المفروض لازم يقول لي خلص اعمل لها خزعه وروح، لان هو قال لي ما تعمل لها خزعه، وهدول تجار ما بيعرفوا الله الدكاتره. فسبحان الله نصيب. انعك ايه والله انعك انه ما تعمل لها خزعه واقتنعت بكلامه. ايه، لانه قال لي بيمر على راسي كثير، وهو الدكتور شاطر ومعروف يعني بالمظلوم، الدكتور امين شاطر كثير. فسبحان الله نصيب. شو صار فيها لبنتي؟ هلا خبرنا الولد انه في علاج بتركيا. هلا هن عم بيقولوا في علاج، بس هون الدكتور تاع الكيماوي، يعني انا نجدته وحاولت اني احكي معه، حتى التليفون ما يقبل يرد علي، التليفون ما يقبل يرد علي، لحد ما خلت امي تحكي معه وحكت معه. هلا البنت ما إلها علاج عندي، يعني نهى الامر، يعني البنت انه تموت عندن ما عندن مشكله. انا الليل كله ما بنامه، بقضيها اطلع فيها، طلع على ورمها، اقول انتشر ولا إسا، شو صار فيها لبنتي؟ أتمنى من رئيس أردوغان يعالج لي بنتي، يطلع لي إياها برة لبنان، إنه لبنان هون ما عاد فيه لا دواء ولا دكتور، حتى هون كلياتهم تجار، هون كلهم بس بيهمن المال، بس بدي المال، لا أكتر ولا أقل. ما بيهمن الولد مريض، الولد عم بيموت، ما بيهمن بس نفسن، بس بيهمن مال، إنه هن يجمعوا مال لإلن، إنه هن يعيشوا. أما نحن نموت، نحن الفقير يموت، الفقير ما بتفرق معنا.